اسم الحركي دانيز دمهات. اسم المدني علي عيسى منوخ. محل وتاريخ الولادة المشحن. طفولتي عشتها يعني بالبيت. 2010 يعني يلا واحد بلغ، يعني شاف الوضع يعني شوي، شاف اللي شو يصير قدامه وش ما يصير. لأنه قبل كنا غير يعني غير ذهنية وغير شي يعني. أول ما بلشت الشاب إنه ياخذ من عمره ويطلع على اللي قدامه ويشوف قدامه يروح يجي. بس لحد الآن هيك. بالمدرسة درست للصف السادس. ما حبيت الدراسة أبدا. لا أعرف أقرأ ولا أعرف أكتب. بطلت من المدرسة خالص، ما رحت لحد الآن. لا أعرف أقرأ ولا أعرف أكتب أبدا. بالمدرسة تبعت الدولة يعني. أبدا ولا أي شيء. أنا ما طلعت أبدا من سوريا بالبيت. ما أشتغل أي شيء. قاعد بالبيت. احنا 5 شباب بالبيت. أمي متوفية وأبي عايش. بنات ما في بالبيت، احنا 5 شباب. قديما أعرف لا، بس 2011 في عنا كم بيت بالقرية كراد، يعني موجودين هم جيراننا، يعني البيت على البيت يظلون يحكون وهذا. وأنا شوي إنه شلون مثل اللي متعلق فيهم، يعني هم عنا وحنا عندهم، يعني ما في إنه ليش تجونا ولا ليش، إنه ما في إنه شي حد 100%، يعني بيت واحد تعلقت فيهم هم البيت هذا. شوي انطوني فكرة 2012 تقريبا صارت. أول ما إنه عرفت ما أعرف إنه موجود إنه رفاق والقائد وغيره، ما أعرف. بس يوم إن يحكون وهذا أنا قاعد معهن، يحكون بالكردي يرجعون يحكون معي بالعربي يقولون كذا كذا كذا. إنه عن البارتي والكذا كذا، الحزب أول ما تأسس وكذا، وفي موجودين لهم قرايب موجودين بالجبل وغيره. شوي أنا مثل اللي هيك حبيت أعرف أكثر. أرد أشوف إنه شنو هذول، منو يعني، شنو القصة، شنو السبب الوحيد اللي موجودين بالجبل. يعني حسيت يعني ما أيام كانت أيام شتوية والله، يعني نهاية شتوية وصيف، يعني هالبرد. يعني جاهم الصيف، الأكل كيف. يعني كانوا يحكون لي إنه كله على الخيل، يعني يودون ويطالعون ويجون. والله أنا استغربت، يعني الموجودين ما كانوا يحكون بالكردي قدام القرية كافة. الا يعني اللي يخصونهم، اللي يأمنون فيهم يحكون. يعني غيره ما يقدر يحكون، حتى بين بعضهم ما يقدر يحكون. يعني أنا استغربت، أقول له أنت ليش ما تحكي يعني بعض الكلمات أعرفه، يعني لحد الآن حافظة. من أول ما شوي إنه وعيت ورحت وجيت وهذا، يعني أنا استغربت، أقول ليش ما أنهم لغتهم هذه ليش ما يجون جاي عندنا. أقول له تمام في غير مكانات معبى يكراد، أنتوا ليش عندنا موجودين. وانا بطلت مدرسة، والسبب شنو هو ما كنا نعرف. ليش انه يخلون الكل يحكي عربي، ما تحكي بالكردي، انت كردي ما تحكي. معلش خيو، هو مو هو كردي على عيني وراسي، بس انت وياه بنفس القرية، ليش ما تخليه؟ انت خايف يا اخي، هو ما يخاف. نظام البعث هذا كله الذهنية غير. خلص انا انطيك شيء انت لازم تمشي عليه. انا ما امشي عليه، انا ما اقبل بهالشيء هذا كله. تاريخ انضمامي 2014 نهاية 2013 يعني كم شهر نصير 2014. بتلكوتشر أكاديمية الشهيد خبات. سويت دورة سياسي، سويت ايديولوجي نسبة قليلة لأنه الحرب شغالة مو واقفة. البروردة كانت مختلطة بين رفيقات ورفاق. أول ما أجيت أنا استغربت، يعني قلت بنات يعني شو يدوروا بالدورة يعني معنا، احنا شباب يعني عادي. يعني هذه ذهنيتي شوي نسبة انه يعني ما له اي شيء، ما له اي داعي. بس على الدروس اللي خذينا والتدريبات والايديولوجيا اللي خذيناه، اللي واحد يعتمد عليها، مو انه مثل تفكيرنا تفكير قديما يقول لك خلاص هي ما لها شيء ولا اي شيء. هي الاساس. يعني خلصنا دورة، يعني الدورة ما اقول لك انا فهمت منه.
إنه قراية وكتابة، أنا ما قريت كتب للقاعد، بس موجود عندي من أول درس خذيته لحد الآن أنا أتذكره، موجود بذهنيتي، يعني ما أنسى هذا للأبد. حياة المدنية يعني ما أعرف أي شيء، قاعد بالبيت يعني لا أروح لا أجي لا أطلع، بس الحياة العسكرية غير، يعني اللي شفته مع الرفاق غير، يعني أحن من أهلك، أحن من أي شخص بالحياة المدنية، يعني ما يتركك 24 ساعة معك، بردان جوعان مرضان تعبان أي شيء هو موجود معك، أي شيء يلزمك يقول لك تمام كل شيء جاهز يكون عندك موجود. وهذا لحد الآن أنا موجود، صار لي تقريبا شيء 10 سنين 9 سنين لحد الآن، اللي عم شوفه موجود قديما وهلأ، ما تغير شيء. خلاص أنت مشيت على مبدأ واحد، خليك على هالمبدأ هذا، لا تغير المبدأ هذا، يا أنك مستشهد يا أنك تكمل هالمبدأ هذا لما ما يصير حل الهالشي هذا، يعني هلأ وبعدين. بس اللي موجود بالحزب ما شفته عند أي دولة ثانية. يعني أنا ماني سوري، أنا عراقي أصليتي، عندي هوية عراقية، عندي جنسية كامل، أقدر أروح وأجيب كيفي. بعراق ما شفته، هان شفته بأي مكان ما شفته. يعني اللي شفته موجود مع الرفاق ما شفته عند أي دولة ثانية. وقت كنا بالطوابير يعني بالدورة مو هالقد، وقت أيام الطوابير شفت الرفاق كامل، مو بس إنه كراد، موجود كامل، مسيحي يزيدي، يعني موجودين. الخاتونية حررناه نصه مو كامل، لأنه صار صعوبة بيننا وبين الدواعش، صار المي، الدواعش ظلوا بالمنطقة هذيش تقريبا شي سنين، يعني مو إنه اجوا ظلوا يومين ثلاث ونجي، لا ظلوا سنين، تمركزوا وثبتوا نقاط، يعني نقاطهم ما كنا نعرف نضرب، ما أقول لك نقاوم، بس صعوبة كبيرة لأنه على اللي قدامنا يعني. وعندنا يعني شلون، عندنا معنويات، عندنا إرادة، عندك قناعة، خلص تكمل ما تقف. خلصنا عاد الهول كامل والخاتونية، الريف كامل، بعدها وقفنا، بدلنا جروبات، رجعنا على الطوابير القديمة استراحة، نزلنا إجازات، المعنويات صارت أكثر، إنه ريحنا بعد صعوبات، أخذنا مدينة يعني. ننزل على البيت ناخذ استراحات، كان 8 أيام، يجون رفقاتي كيف وضعك كيف صار هنيك، يعني أحكي لهم عن الرفاق، عن التعامل، عن هذا أول شيء. بعدين أقول لهم إنه قدامك عدو، يعني بدك تخلص حالك، مو بس أنت، الجروب اللي معاك كامل. بعد تقريبا بفترة اجوا 2 3 انضموا معي ولسه هم موجودين بالطوابير قديما. مشينا حملات كثيرة، يعني اقتنعوا من الكلام اللي عم قوله أنا، ما اجاهم شخص من برا ولا اجاهم شخص كردي قال قوموا تعالوا معنا، لا، حكينا مع بعض. بعد كم يوم وقت التحقت اجوا معي ورحنا سووا دورات. ثاني حملة كانت جبل عبد العزيز.
وريف الحسكة كامل رحنا. أول حملة حملة خاتونية، ثاني حملة حملة الهول، الثالثة تبعت جبل عبد العزيز، الحسكة، الشدادي، وقرغوزات، وحملة منبج. يعني هذا كله ما انه بليلة ما بضى وقمر خذينا، هذا كله صعوبات ايام سنين يعني طولت. يلا خلصنا من الدواعش. كانوا بالليل يهجموا عند الصبح، وجه الصبح يبلشوا تكبيرات ويهجموا. والقام موجود، يعني كثير رفاق تصاوبت، كثير رفاق استشهدت من الألغام. الألغام موجودة بأي مكان، يعني بالأرض، بالبيوت، بالشوارع، يعني أي مكان تمشي موجود ألغام. يعني تفوت على البيت هذا تقول ما في لقم، تدوس على البلاط طق عليك اللقم. الحنفية صارت معنا، التلفزيون، يعني وصلت حد لعندهن على أساس أنه إسلام. وهذا أنا شفته شوف عيني، يعني التلفزيون ملغم وفوقه حاطين الغرآن، فوق الغرآن حاطين بوط وحاطين ألغام. يعني اجوا ألا جبنا المهندسين يلا فكوا. يعني وصلت حد انه هيك على اساس احنا نجي ونشيله بساع، لانه هذا غصبا عنك انت بدك تشيله تجي وانه ملغم. هذا على اساس هم اسلام وصار لهم كم سنه وما اعرف شو. لا والله مو اسلام. يعني هلا احنا تصاوبنا وهذا بس لسانا موجودين، في ناس لساتها موجوده عم تقدم وتناضل، ما وقفنا على شيء. رحنا على حمله قرغوزات. الحمله أكلت معنا وقت كثير، وأكلت تعب وإرهاق والنفسية تعبت، لأنه قدامك المي، بينك وبين الدواعش المي، وجسر مقطوع لحد الآن، طرف منه رايح. يعني ما كنا نفوت، ما كنا نطلع، يعني نروح بالقوارب. بس شغلة واحدة هي الإرادة والقناعة اللي وروح الرفاقية خلتك تاخذ هالمكان هذا. خلص أنت حطيت شهداء كثار، بدك تناضل إلا تاخذه، تعيش عيشة مو مثل عيشة اللي عند الدواعش. عالم ما تقدر تسوي أي شيء، ولا تروح ولا تجي ولا تسوي أي شيء. بعدها بدنا جروبات، بعدها حملة منبج كملنا، أخذنا منبج وريف منبج. تزيد عندك أكثر وأكثر، تنسى كل هالتعب والإرهاق والإجهاد هذا كله تنساه. يعني حتى ذنه موجود تنساه. لعند حملة منبج بعد ما خلصناه وهذا كامل، نريد نكمل الحملة، يعني ناخذ جرابلس وغيره. وقت يجينا على موجودين هنيك احنا بالنقاط، هذا مثبتين نقاط، ويجون يدزون مفخخات وسيارات، ويجون انتحاريين وما اعرف شنو، هذه ذهنيتهم، يجون يفجرون حالهم ويرجعون. كملنا الحملة، على ما نريد نمشي شفنا العلم التركي بعد معمل الزعتر. تجي جرابلس نهاية منبج، معمل الزعتر، علم التركي. وقفنا استغربنا، قلنا علم أحمر شو يساوي يعني؟ من العلم هذا؟ ساعة قلبوا علمهم من الأسود على الأحمر، يعني شنو السبب، شنو الغاية؟ هلا اجونا بعض الرفاق يقولون كذا كذا قصة. وقفنا الحملة، رحنا على غير طرف من المعمل. أنا هنيك تصاوبت. اسم المكان عين الدادات، على المي كمان صايرة. هنيك كمان طق علي لغم. كنا نمشي في ألقام، فكينا بعض الألغام بس كملنا مشي. آخر لغم يعني مخبينه وحاكمينه زين، هو طق علي ضرب رجلي وإيدي هاي راحت كمان، وفي بجسمي شظايا لحد الآن موجودات. تصاوبت بحملة منبج، وبعد تعالجت وتلقيت الإصابة هذه. هي رجلي طرف صناعي من هون مضروبة بتر، وإيدي راحوا منها أصابيعي، وفي شظايا كمان بجسمي. بس هذا كله ما أثر علي شيء 1%.
نمشط تمشيط كامل. اجت سيارة رفيقات من كوباني، ما حدا تصاوب معي غير انا، هي اللي اسعفني، واجيت على مشفى كوباني، تلقيت العلاج، ظليت فترة. الرفيقات موجودات، قاعد يتواصلن، يروحن يجن كل كم يوم، يجوا يطمنوا علي وهذا. بعدها جيت على مشفى القامشلي، كملت علاج. بعد مشفى ديرك كملت علاج. بعد خلص علاجي قعدت بالبيت تقريبا شي شهر. اجوا الرفاق من رميلان، مؤسسة الجرحى، اخذوني. انا ما كنت اعرف انه في جرحى من الاساس، لانه اللي تصاوب يروح يقعد عند بيت اهله، بس انه مؤسسة الجرحى ما كنت بعرف 1%. ظليت بمؤسسة الجرحى تقريبا شهر. بعد ما انه خلصت العلاج اللي طارئ وهذا، شوي صحصحت، ظل عندي عمليات كثار. مش في الشيد خابات، مش في ديرك. عمليات، سويت عمليات بطرفي الصناعي كمان، وايدي، وكمان رجلي الثانية كمان مضروبة، وكله استخراج شظايا وبعضها لا تعديل. يعني العلاج، جيت على رميلان، اجوا الرفاق اخذوني، ضليت تقريبا شهر. شفت رفاق متصاوبين كثار، اللي رايح عينه، واللي رايح ايده، واللي رايح اجره، اللي شل النص فيه. اول ما جيت انا ما اشتغل شي ولا اسوي شي، يعني امشي على العكازات. شفت الرفاق كلها هي تشتغل من الحالة وارادتهم قوية. شوي نفسيتي تعبت وقت اصابتي، والنفسية الاكثر انه اهلك، يعني تشوف اهلك انت متصاب، خلاص صار اللي صار عليك على شيء ارادة وقناعة انت معتمد عليه، بس ان تشوف نظرات اهلك الك انت تختلف عنك كامل. يعني مثل انه انكسار عندهم، بس شنو هذا كله ما اثر علي. ضليت شهر بالبيت، وبعدين اجيت على الرفاق، انا موجود. ضليت، كانوا موجودين 35 رفيق كلهم متصاوبين، يدين ورجلين وعيون رايحات وشلل نصفي، وفي رفيقات كمان. قلت شو عم تساوون؟ كانوا دورة كرات. اول دورة صارت باكاديمية الشهيد رزقار 1. ثاني دورة انا دخلت فيها، لسه ماني مركب طرف صناعي يعني. ضليت 8 ايام بالدورة، رحت على القامشلي اخذت قياس طرف صناعي، ورجعت على الدورة كملت. اللي شفته بالدورة كان ناقص عندي، بس اللي شفته بالدورة كملني. مع الرفاق كملت اكثر، على فكر ايديولوجية وسياسية، يعني كل شيء اخذت وراح اعطي. بعدها ركبت رجلي، ضليت بالدورة. الدورة كانت شهرين وشوي، أكاديمية الشهيد رزقار 1، دورة الشهيد دلشير. كملت الدورة، شفت شلون تعاملوا الرفاق، مو بس معي أنا كامل. كانت الدورة اللي أنا فيها كانت كراد وعرب، في منهم هلأ يداومون على رأس عملهم. والشي اللي يخليك تتعلق أكثر وأكثر إنه اللي قدامك القوميتانية كمان متصاوبين، ما إنه يجي قوميتان ما في شي، كمان متصاوب مثلك مثله، عينه رجله ايده يعني جسمه نص. يعني انت بدك تكمل. بس الافكار اللي وصلت لنا والكتب والهذا انا ما كنت اعرف اقرا. ذكرت كان كله موجود عندي هان. شلاقة كمان كانت دورة ايديولوجية،
يعني 15 يوم تقريبا إعادة فكر وتأهله. بعدها رحت تل حميس، دورات تبع تفدم، عطيت أيام. رحت لتل حميس، عطيت دروس دورات بأكاديمية تل حميس تبعت التفدم. الدورة تل حميس كانت سياسي وإيديولوجي. بعدها خلصت الدورة ورحت للكوتشر، داومت على رأس عمل، ضليت بالتفدم سنة. بعد تعبت شوي انه جسمي، وكان عندي التهابات، سويت عملية كمان. بعد طلبوني الرفاق دورة على الشدادي 6 اشهر مغلقة. انا رحت، كانت الدورة سياسي وايديولوجي ولغة عربية ولغة كردية والكترونية، اللابتوبات وغيره. ظليت بالدورة 6 اشهر مغلقة الدورة. الرفاق اللي موجودين كانوا مقسمين، يعني انه الماموستات اللي يعطونا دروس كامل. انا ايديولوجي ما اقول لك لسه عندي نقص كثير، وظليت كامل. عرفت القراية وكتابة عربي وكردي نفس الحالة، واحكي كردي، وقراية وكتابة كردي احكي نفس الحالة. لابتوبات كمان، السياسي كمان، يعني لحد الآن لو ما انه سويت دورة انا ما اعرف اقرا واكتب عربي. قرايتي وكتابتي عربي، ما اعرف اقرا، بس من خلال الدورة تعلمت. وكمان تعلمت احكي كردي واللغة الكردية كتابة. ظليت قاعد بالبيت تقريبا فترة قصيرة. قالوا في دورة بالرقة أكاديمية الشهيد دشتي، قلت أروح. رحت على دورة الرقة. دورة الشهيد دشتي أنا هلا وبعدين حكيت، دورة الشهيد دشتي غير الدورات اللي أخذتها كامل، بمعنى الكلمة إيديولوجية. ما أقول لك أنا أخذته قبل، بس اللي خذيته قبل مو مثل اللي خذيته أكاديمية الشهيد دشتي. غير من دروس، من سياسي، من إيديولوجي، من ماموستات. بصراحة أنا ما قلت إنه آخذ نفس الدروس اللي آخذها كل مرة اللي حافظها، بس على غير لهجة، على غير كلام، على غير فكرة، يعني تتعلق أكثر وأكثر. يعني هالشهرين أنا واحد من الناس اللي موجودين بالدورة كامل الرفاق، طلبنا الدورة تتكمل، مو شهرين تتكمل. قالوا تمام. بس اللي صارت آخر شيء هي اللي خربت علينا. يعني صارت الأحداث اللي بسوريا بالمنطقة عند الدولة. اللي وصلنا لهالمكان هذا وكل هالتضحيات هذه كله من وراء فكر القائد وسياسة القائد وإيديولوجية القائد. يعني شما واحد يحكي مقصر، مثل ما نقول شلون أريد أوصفك بس ما أعرف شلون أوصفك، لأنه من كثر اللي عطيته إيديولوجي. يعني هلا هو موجود بالسجن وفي ناس موجودة على فكره، عجل لو هو طالع شو راح يصير. يعني هاي الجملة الوحيدة. أنا هلا وبعدين هذه الكلمة يعني أقولها، لا تخلي تعبك يروح فاضي. كأنت متصاوب، كأنت ساق، ما فيك أي شيء، وناضلت سنة أو سنتين أو 3، لا تخلي تعبك فاضي من وراء
اشخاص بدها تخرب، من وراء كلام اشخاص بدها تخرب. انت، انا ما اعطيت شيء، لسه ما اعطيت شيء، اي شيء للحزب اللي اعطاني اياه، وانت اعطيت رجلك، انت اعطيت عينك. لا تخلي الشيء فارغ يروح، لا تخلي تعبك يروح. اذا خليت تعبك يروح انت ولا شيء، انت ما قدامك شيء. كل الفكرة اللي خذيته واللي دروس، انت ما خذيت شيء معك، انت كبيت كل شيء. لانه من وراء الاشخاص اللي عم تخرب، من رفقاتك ست له كلمة انت تحسها كبيرة، ترى مي كبيرة، هي صغيرة. طنشه، وانت خليك على ارادتك، وخليك على مبدأك، وخليك على اللي مشيت عليه من اول وقت ما صرت لحد ما تصاوبت، ولسه انه بتكمل لقدام.